مرحبا بكم في قناة الوعي السياسي. نرحب بكم متابعينا الكرام وندعوكم إلى مشاركة آرائكم وأفكاركم عبر التعليقات، فحواركم معنا جزء من صناعة هذا الوعي الجماعي. كشفت تقارير صحفية إسبانية معطيات مثيرة حول الأزمة النفسية التي تعيشها عائلة النجم الشاب لامين يامال لاعب نادي برشلونة بسبب تصاعد الهجمات العنصرية ضده على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفقاً لما أوردته صحيفة البايس في تحقيق موسع، فقد أصبح يامال اللاعب الأكثر تعرضاً للعنصرية في إسبانيا، حيث طالت حساباته أكثر من 60% من مجمل الإهانات العنصرية الموجهة إلى لاعبي الدوري الإسباني. وأوضحت الصحيفة أن كلمات مثل الأسود والمغربي تكررت أكثر من 20,000 مرة في منشورات وتعليقات مسيئة عبر الإنترنت. وفي خضم هذا الوضع نقلت الصحيفة مشهداً مؤثراً حين تواصل منير نصراوي والد يامال باكياً مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، طالباً منه التدخل العاجل لإيقاف موجة الكراهية والإهانات التي تستهدف ابنه. من جانبها طالبت والدة اللاعب شيلاي بينا النادي الكتالوني ورئيسه برد واضح وحازم تجاه هذه الاعتداءات. وأشار التقرير إلى أن المقربين من يامال يؤكدون أنه يحاول الحفاظ على رباطة جأشه وعدم إظهار التأثر، غير أن عائلته هي التي تعاني أكثر من وطأة هذه الحملات. وأضافت الصحيفة أن اللاعب الشاب شعر بالإحباط بعد سماعه تعليقاً مسيئاً من المعلق مونو بورغوس الذي قال ساخراً: إذا لم ينجح في كرة القدم سينتهي به المطاف على إشارة المرور. ورد يامال على هذا التعليق بقوله: لقد حاول أن يمدحني لكنه لم يجد الكلمات المناسبة. ويختتم التقرير بتأكيده أن ما يتعرض له لامين يامال يعيد إلى الواجهة النقاش حول العنصرية في الرياضة الإسبانية، داعياً إلى ترسيخ ثقافة احترام التنوع ومناهضة التمييز داخل الملاعب وخارجها. كما شدد على أن الطريق لا يزال طويلاً أمام المؤسسات الرياضية والإعلامية للقضاء الكامل على خطاب الكراهية وضمان بيئة كروية تسودها المساواة والاحترام المتبادل. كان معكم سامد غيري من قناة الوعي السياسي، إلى اللقاء.